أنا مغربية مغربية يا أخي وليست جزائرية. في الغزوات دائرة تلمسان. أيوة. المسافة لا تبعد عن الحدود المغربية مسافة 15 كيلومتر. تلمسان جزائرية ولا مغربية؟ لا أنا مغربية الجنسية. تلمسان جزائرية اليوم، وهي الأصل مغربية. كانت مغربية. أيوة. اليوم أنا نعيش في وجدة وخالتي توفت في الغزوات 3 سنين، مسافة 15 كيلومتر، حنا ما قدرناش ندخلوا نعزيو، وتوفت الوالده ديالي لسنتين. أيوة. ما قدوش يدخلوا يعزيونا والاتصال بيننا مقطوع، لا يعرفون عنا شيئا ونحن لا نعرف عنهم شيئا. والمسافه 15 كيلو. والمسافه 15 كيلومتر. الله. ما نقوله لكم اليوم في هذا المنبر، اولا انا كنشكركم على هذه الشجاعه انكم كنتوا يعني قربتوا المسافات. بالنسبه للشعب الجزائري، نحن عشنا مع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ليس هو هذا الشعب اللي كيخش مواقع التواصل الاجتماعي. معقول. لنا معهم علاقات طويله. رحم. الشعب دم. ماشي غير رحم، حتى الجيران. لما الوالد ديالي عاش 13 سنه في الجزائر، ولما رجع كانوا يجيو الجيران اصدقاء عندنا. الشعب الجزائري حر، شعب النخوه، شعب مذياع، وشعب يحب النكته والضحك. وين هم الشعب لماذا لا ينصفوكم؟ وين؟ شوف، هم اليوم ليس لا ينصفوننا، هم اليوم تحت الضغط. يعني هم نحن حتى هم اليوم ضحيه. هذا النظام، هذا المواقع التواصل التي تخرج تتكلم، فئه منها مغرر بها لانها لم تاتي الى المغرب وترى، وفئه مضغوط عليها. سؤال واحد. لحظه قبل السؤال، اهلك في تلمسان؟ نعم. ما في تواصل؟ اليوم 3 سنين ما في تواصل بيننا. مثلا من الحدود. ما هي الفكره نعم. اللي معبي لها هناك عن المغرب؟ ماذا يقولون؟ لا، هم كانوا يجيوا للمغرب ويعرفوا بأنه كل شيء هذا الشيء أكاذيب. اليوم السؤال هو اللي مطروح، حتى إعلاميين كبار سألوه ولم يجدوا له إجابة. ما هو سبب العداء بين النظامين، النظام الملكي والنظام الجمهوري؟ أنا متتبعة إلى يومنا هذا لكل حوارات الصحفية صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. ماذا كان هم الحسن الثاني؟ كان همه الوحدة الوطن العربي، وأن الشعوب العربية تعيش من غير حدود وتأخذ قراراتها داخل أوطانها. كان يؤمن بالكفاءات العربية. لكن هؤلاء الأنظمة الفاسدات ماذا أرادت؟ مقولة قالها قذافي عندما أراد أن يصنع لنفسه اسم، قال لجمال عبد الناصر: أريد أن أكون زعيم. قال: أخرج في المحافل الدولية وتكلم عن القضية الفلسطينية. ها أنت زعيم. لم يكن همه هو صنع ليبيا، مع أننا فيلم واحد لعمر المختار شخص لنا تاريخ ليبيا كيف هو الشعب الليبي العظيم. الشعب الليبي تشوفوا في فيلم واحد لمختار عمر مختار. إذا هذا هو المشكل ديال الفساد ديال الأنظمة. هذه الأنظمة تريد الجلوس على الكرسي، تريد قرارات تصدر من فرنسا. هم يعيشون يستغلون خيرات البلاد، ولا يهمهم الشعب العربي ولا تهمهم القضية الفلسطينية. لأن القضية الفلسطينية يا سيدي أولا لا تحتاج إلى عبد المجيد تبون يطلع في المحافل يتكلم أو القذافي، تحتاج إلى وحدة عربية. نحن العرب نحتاج أن نكون متحدين. هذا هو العداء اللي عند هذه الشعوب، عند هذه الأنظمة تجاه النظام الملكي في المغرب. لحظة أحييك أولا. لحظة، لا تروحي. لا، أنت في جعبتك حاجات كثير. والله تبون ما يقدر يتكلم مثلك. ما يتكلم لسبب بسيط. بالله ما يقدر يتكلم. شوف سيدي، والله يجيبوا شنقريحة. أنا كلمت امبارح. ماذا قلت لك؟ يتكلموا مثلك. ماذا قلت لك؟ قلت لك أهل اليمن، ماذا يعرف عن أهل اليمن؟ العلماء والمشايخ. وهذه قالها لي شيخ في الزاوية البوتشيشية. نعم. قال لي أكثر ناس عندنا معهم علاقات دينية وروحية هم أهل اليمن. لازم تعرفوا هذا. مصر، الشعب المصري بالنسبة للأمة العربية هناك مثل عربي يقال على الشعب المصري: لو كانت هناك حرب بالقلم لكانت مصر استعمرت العالم. لأن مصر شعب بلد الأدباء وبلد العلماء، بلد الثقافة. أنا قريت كل مؤلفات نجيب محفوظ، مؤلفات المنفلوطي، مؤلفات طه حسين، شعر أحمد شوقي. لا أقول لكم أنا إلى يومنا هذا، لا يمر علي يوم من أن أرى خطابات الحسن الثاني. والله الحسن الثاني ربى شعبه تربية أنه يخدم بيده، يعمل. ربى الشعب يعمل. قال مقولة شهيرة: اللي ما طيب كلاته وما صبن كساته وما كتب براته.